اوكرانيا، وطلع في الفيديوهات وقال ان هو هيحكي الموضوع من اول شبكه التمويل لحد العنصر اول حد اللي بياخد التمويل ده، وبيقول التوجيهات اللي جت. وخرج علي حكى شبكه التمويلات دي كلها من اولها. فجاء علي وحكى بقى كل اللي كان بيحصل معاه هناك. قال لك ان انا ومجموعه من زمايلي اللي كنا بنعارض الدوله المصريه وبنقطع فيها اتجمعنا كلنا وكنا بنطلع على وسائل الاعلام ونتكلم، ووصلت مشاهداتهم لاكثر من 60 مليون مشاهده في الاسبوع. يعني الناس دي كانت بتحصد مليارات المشاهدات. واللي جمع كل الشباب دول اللي هم بيعارضوا مصر واحد اسمه محمد جمال هلال. ده راح لعلي وقال له بقول لك ايه، انت عايز تقطع في النظام المصري وتقطع في مصر، تعالى انضم لينا وادخل وهتاخد كل شهر $10,000. فعلي قال له $10,000؟ انت هتديني الفلوس دي منين؟ قال له دي منظمه احنا عاملينها عشان بندعم فيها الناس اللي هم بيقفوا قدام الانظمه الديكتاتوريه، زي الانظمه زي النظام المصري اللي انت واقف بتهاجمه دلوقتي. فتعالى بس معانا وامشي بالاجنده او بالكلام اللي احنا هنقوله لك، واحنا ندعمك وهندي لك شهريا $10,000. المهم علي بيقول ان هو قال لك ماشي، انا بالنسبه لي الموضوع ده هيكون زي سبونسر كده، انا والله بتكلم وهم الرعاة بتوعي وبيدفعوا لي عادي، بتحصل في اي حته. فابتدى علي بقى ان هو يلاحظ ايه، ان هم بيقولوا له ما تجيبش سيره روسيا واوكرانيا، ولو جبت سيره روسيا واوكرانيا تعالى على الروس وانصف الاوكرانيين. فعلي